خلقوها، يعني ما شاركوش في خلق الحبيب والحبيبه، انما لما حصل الفرح وحبوا بعض واتجوزوا علقوا على ده واغنيه فرح، ما غنوش الفرح نفسه، الولد والبنت اللي بيتجوزوا نفسهم هم اللي غنوا، انما لما يتجوزوا بيجوا يغنوا من بره، يعني بيعلقوا على الموقف. ده الاستعراض وقوانين الاستعراض. ومصر عرفت التسع اوائل دول في كل تاريخ. لا اخونا الكبير سيد درويش، ولا سيدنا محمد عثمان رأس النهضة اول، ولا الشيخ سيد درويش العظيم، ولا الجيل الثالث محمد عثمان سيد درويش الأصابي صنباطي عبد الوهاب. 3 مدارس موسيقيه. المدرسه الثالثه اتجهت على السينما والتقت بالجمهور الواسع من السينما. كان جمهور السينما لان لا فرح بيضم 40 ولا 50 واحد بينتشر فيه الموسيقى، ولا عوامه فيها 15 20 كان زمان مساحه صغيره بتعني الانتشار الكبير للموسيقي، خصوصا انه كان بيغني هنا او في الفرح او في اي حته في مناسبه اجتماعيه مره واحده وما بتتسجلش. اما السينما فكانوا بيشوفوها الالافات والملايين وبتتسجل وتفضل تدور. فكان مجال بيكفل الاتصال بالجمهور اتصال كبير، وبالتالي صنع تاريخ فني للفنان. كان الفنان غير السينمائي تقريبا مش موجود باستثناء واحد صارخ هو ام كلثوم اللي كانت موجوده بره السينما. انما موسيقيين عظام محمد فوزي حد سمع عنه بره السينما؟ ولا اغنيه بره السينما. كريم محمود، عبد العزيز محمود، هدى سلطان كانت بره السينما، اسمهان كانت بره السينما، حتى اغاني عبد الحليم حافظ اللي اسمها جوه السينما. كويس. بره السينما كانت الموسيقى محدوده، ما كانش الكاسيت موجود، وسائل السمع الخفيفه المتنقله موجوده، كانت السينما شرط. والسينما اختصرت من القوالب التسعه من ملاك، وده تعبير عن البهجه. النفس الانسان، النفس المصريه والروح المصريه هي روح البهجه والسرور والانشراح، وانه اهم صفات الموسيقى انها تبهج الناس، تسعد الناس، تحس الناس بالفرح. مش اهم وظائفها انها تتعسهم ومليانه حزن، لا، انها تبهجهم. محمود الشريف ما عرفش يعمل حزن اصلا، اختصر جدا في اغانيه لانه كان نفسه قصير بطبيعته، وده وافق السينما جدا. ما وافقش الكلام ده، ما كانش واقع قوي في رياض السنباطي صاحب القصائد العظيمه، محمد عبد الوهاب صاحب القصائد الكرمه والبلبل كل بطره وليالي الشرق. ما كانش محمود الشريف كان اقصر نفسا واقل ايحاء وقصا موسيقيا من دول، من العمل دول. وهو ده بالظبط اللي كان مطلوب للسينما، الحاله دي بالظبط اللي كانت مطلوبه للسينما، حاله ان هو مبتهج وكذا، وان هو بيسمح بالترداد، انه اي اغنيه عنده ولا يا ولا الحمد يا ولا والنبي يا ولا يا يا ولا يا بتاع التفاح تفاحك يا في الترداد عنده هتشوفه دايما لازم مفيش اغنيه عنده تخلو من ان حد يرد، فعنده خروج كتير على الحاله الفرديه للاداء الموسيقي. محمود الشريف وما عندوش موشح وما عندوش قصيد وما عندوش دور وما عندوش موال وما عندوش اللحن نفسه الغنى هو المقدم، وراقص على طول ولحن قصير على طول، وهنقارنه بألحان طويله ونشوف هل في صفات سينمائيه فعلا. مش للرقص، انت بتحس بشجن كافي جدا من المزيكات التقيل زكريا احمد او رياض السنباطي، لكن ما هواش بحال من الاحوال ولا الهوى تحت الشباك
انتوا حسيتوا ان في بسيط لا موشح لا طول موال مع انه نيل حته وطلع موال لا تقسيم تيري 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 لا تحميله لا حوار طب يا دكتور معلش انا عايزه حوار لا يعني حضرتك تقصد باللحن الطويل الجمله اللحنيه الطويله الممتد. طب يعني ما احنا هنقدر نقول في القلب ولا العين، ما هو كان عامل جمل طويله برضه شويه. طيب هنجيلها دلوقتي. يعني هننظم بس الندوه، جزء هيبقى للاسئله والمداخلات. يعني انا هخلص والسؤال هيجي وقت السؤال. يكون في وقت كافي. بعد اذنك بس يعني. سامحني. كويس. هنلاقي دايما اللي تحتيه الشيبه ولا محتاج هتلاقي كلمه كلمتين تي 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 زي اللي بيلعب اسمه بينج بونج ده الترابيزه دي طخ 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 يعني اللحن بسرعه كذا 1 2 3 مفيش تيري تيري في الاول وفروع ومقدمه وفواصل وموال كل الصفات دي واعتماد الاغنيه راقصه مفيش حوار مفيش نشيد مفيش بسيط كل الصفات السينمائيه هنشوفها على طول بعد كده. هو مش عامل 3 كوبليه يعني بما يمكن ان هو يعملوا خريطه A B C زي السويت مثلا الاوركسترا السيمفوني او المتتاليه او زي القصيد مختلف الكوبليهات عندنا كل كوبليه له لحن. لا هو عامل ايه بس لحن واحد بس. المخرج يطول المخرج يقصر بس لان السينما كانت كده بتستدعي الليونه. لكن زي ما انتم شايفين ده شيء وده شيء. انا في انتظار خليك انا في انتظار خليت ناري في ضلوعي وحطيت ايدي على خدي وعديت في الثانية غيابك وانا ليك يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت. انتوا شايفين اللحن ده طول ايه ما بيخلصش. فده شيء الموجز او المختصر او الطويل يعني هي القصه القصيره الموسيقيه في اقصر لحظات. القصه القصيره لما تبقى ورقه ونص بس هي اغنيه الشريف. وبالتالي كانت اكثر الاغاني لياقه بالسينما. احيانا كان بيفقر كان الراس بيبقى عالي جدا عنده زي بياع الهواء مولد مش مولد.
بسيط جدا. يعني لو علم حضراتكم ان هو عنده محل جزاره، لسه جزاره الشريف موجوده في فكوس في اسكندريه، لسه في اسكندريه جزاره الشريف، محل الجزاره بتاعه. يعني الشريف كان بياكل لما قطع لحمه ضاني السطور وطاخ ويرقع ولابس المجال البلاستيك وطول النهار وطول النهار بالجاروب بيسيح دم الخروف يعني والجلده وبينزل وبيسلخ كويس. الحقيقه ان البيئه الشعبيه دائما واحيانا على مدى التاريخ كله ما تلد احسن الرجال لاسباب خاصه جدا. البيئه الشعبيه بتلد احسن الرجال. انا اعتقد ان جدي العظيم وابويا الحبيب واللي خلفني وصاحب الفضل عليا تاج راسي سيد درويش من بيئه شعبيه. انا اعتقد لان ابوه الله يخلي ذكراه ويخلي ابوه اللي قلب العبقري ده، انا اعتقد ان ابوه كان نجار، وبالتالي شيخنا العظيم سيد درويش عاش حياه بسيطه جدا، عاش حياه بسيطه اقتصاديه، وكان ابن بيئه شعبيه وكان قاعد في حاره كويس. ده مش مفصول عن ان سيد درويش عظيم، لانه بيبقى ايده على معده الشعب، ايده على حاجه الناس، ايده على احتياج الناس، ايده على جوع الناس الفقراء، ايده على حاجه الناس البسطاء. بيبقى عايش مع الفقراء وعايش مع الجو وعايش مع المشردين وعايش مع عربيه الحناطير، فبيجيله هو هذا التضامن مع هذه الشعب الكبير، بيجيله هذا التضامن مع هذه الفئات بيحس بيها. بيبقى في بينهم واحد سيد الشاي، واحد لاعب، واحد مسلم في فلوس، بيحس بيهم، بيتعامل معاهم، ما بيحسش بأنفة من الفقراء، بيحس بتعامل بتضامن وحب للفقراء ودفاع. محمود الشريف مش عبثا ان هو كان جزار، مش عبثا ان ام كلثوم اتجوزته واتطلقت على طول منه بامر ملكي. ما اعرفش انا ملك كام بالفنانين. انت مالك انت فاضي، انت صايع، مالك انت الشريف اتجوزه انت مالك؟ لا ام كلثوم كان طلبها ابن عم الملك وما يصحش. خالد فمش هيجي بقى ملحن يطلبها. ما انت اصلا يا حضره الملك انت ومحمد بن عبد شويه صيع اصلا، ما انتوا بتعملوا ايه؟ لما محمود الشريف ده فنان كبير موسيقى مصر كبير، او سيد درويش موسيقى عظيم، انتوا عملتوا فيه ايه؟ ولو الملك كان قتل الشيخ سيد، لو الملك كان قتل الشيخ سيد فعلا، وانا بقرا كده ان الملك قتل سيد درويش في بيت اخته في اسكندريه، لان سيد درويش ما رضاش يحبس. انا اعرف هذه الحقيقه، انا مقتنع بها، مش مكتوبه في ولا كتاب، انما انا عارف 100% ان الكتاب دي والعافيه دي بتاعت سيد دي تموت اللي يقرب اصلا، مش هي. بس اذا لم يكن في نظام سياسي قتل فعلا، هو في نظام فعلا سياسي مثل قتل سيد مش فعلا، هو الملك فعلا ده المرفق لحم السنه. الشريف كان جزار، عشان كده عنده هذا النفس، عنده هذا الاعتناء، ما هوش رومانتيك، مش عايز التطاير، مش عايز طول ما واحد يتكلم في الحب الرقيق المسنف والانيق، مش عايز يتكلم في العالم ده، عايز يتكلم عن عالم الناس الابسط شويه، ودي طريقته بقى وحش الراتح لا كانت فلسه اماني صالح قدمنا
لحقناش اسم حاجه خالص. ده محمود الشريف، اكثر الحان مصر اختصارا. اكثر يروح فين ده فانا عشقت ولا انا هويت بتاع الشيخ سيد درويش. يا سلام الله. يروح فين لو اتخبط انا عشقت ولا اتدبع انا هويت ولا اتضرب مصر التي في خاطري للاستاذ رياض السنباط ولا. يروح فين الشريف ده؟ ينكمش بقى قد كده. انما قدرته على الانكماش دي كانت هي بالظبط المطلوبه في السينما. كأنه السينما كانت بتدور على الضعف، ما بتدورش على الضعف، بتدور على التكثيف والاختصار الشديد عشان يسيب الفيلم يشتغل. لما احنا نسيب الفيلم يشتغل الشريف من عنده ده. كذلك ولا يا ولد حمي يا ولد. الرقص والطبلة والصمارة والاختصار ومفيش حوار ومفيش نشيد ومفيش قصيدة ومفيش موشح. كانوا لازم يطلعوا بره الشريف ويجيبوا احمد صدقي. ده احمد صدقي ليلى مراد فيلم شاطئ الغرام. لو جابوا الشريف هيخش بالرقصه هو عالي لا هو حبيبها سيبها وبتاع ايه يا عم محمود. وطبعا كان كل فنان بيتعرف له طباعه ويستخدم بطباعه. يا للغرابه كان 10 نماذج من الشريف في الافلام قصاد نموذج احمد صدقي. يعني كانوا يلجأوا لده ريداك دي كانت موسيقى جميله لكن حزينه وهاديه كويس. اما الثاني الكرباج الثاني اللي هو طعم يضرب بالضحكه ويطلع يجري ده، فكان ده اللي بيشتغل يعني 90% من احمال الافلام كانت بترسل الى الشريف، يليه منير مراد، يليه ناس اخرين قبل ما تصل العجله لحد زي صدقي مثلا. الشريف انا قلت مين تاني؟ عزت الرجال. لا يعني يلجأوا للشريف، يلجأوا لمنير مراد، يلجأوا لمحمد فوزي. يلجأوا لمحمد فوزي لانه ايضا كان متخفف جدا بطبيعته كفنان. محمد فوزي كان ايضا في طبيعته الفنيه متخفف جدا. محمد فوزي ما كانوش النشيد في ثواني يا مصر يحميك الاهلي بمنشف
يقدر يعمل كده في ثواني، وده اللي يقدر يغني بشجن انا رويت وانا عشقت في نص ساعه، ويقدر يعمل نشيد في ثانيه، ويقدر الحاوي ده والقادر العظيم ده سيد درويش ما كانش كده. عندهم الفنانين يا كده يا كده يا كده. الشريف كان بيستخدم كده، وكان في هذا ما عندوش هو تنوع سيد درويش طبعا، لا هو ولا غيره. المسألة مش خاصة بيه هو، المسألة خاصة بإنه سيد درويش تخين قوي، متنوع قوي، قادر يعمل كل حاجة، قادر في ثانية وقادر في ساعة وقادر شكل وقادر بهجة. سيد درويش فنان عظيم. الفنانين الآخرين ولاده مش بالحد أكيد. طيب شريف وفيلم برضه من فيلم وراء الستار 1938 عبد الله السيد محمود يشتغل الا لما يقطع ويقول، الا لما يخلي الناس ترد عليه. خدك دفاع مشك دفاع
والوداد، وهذا الرقص اللي على ودني ولو قطع الرقص لحظات لحد انت اقول بكره اقول بعده العمر فات والفؤاد صابر صابر يبكي بخته في شهر النيل الأحبة حلوت بعض وكل عازل وعازل يبكي بخته وخرج وما يقدرش يمسك نفسه جنني هواك وأنا وياك جنني هواك وأنا وياك يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع يا جدع تخلص قصير جدا تحت الشباك ولمحتك يا جدع وصادتني شباك من عينك يا جدع تحت الشباك ولمحتك يا جدع وصادتني شباك من عينك يا جدع لحن قصير جدا ترى اي لحن تاني على الاطلاق لو احنا قارناه بها لو وقفنا عند اي لحن من اي الحان الكبار